أهلا وسهلا بكم مستمعي راديو السلام أينما كنتم، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء بكم اليوم في برنامج المرأة والحياة مع موضوع جديد بعنوان حقوق الزوجين وأثرها على الحياة. بداية بعد أيام قليلة بإذن الله تعالى سوف يطل علينا شهر رمضان الكريم وما يحمله من معان جميلة ليضفي على الحياة الزوجية مزيد من الإشراق والبريق، ويمسح عنها غبار الشقاق والخلاف، ويخفف عن الزوجين هموم الحياة ومتاعبها، ويخرج الزوجان، ونرجو أن يخرج الزوجان في هذا الشهر الكريم أو من هذا الشهر الكريم هما أكثر تصميم وإرادة للسير بحياتهما معا بالطريقة التي ترضي الله سبحانه وتعالى وتوصلهما إلى الجنة بإذن الله. ونرجو أن يكون لنا سهما في هذا التغيير الذي نرجو أن نشارك فيه الزوجان في حياتهما. موضوع حلقة اليوم موضوع مهم جدا، وأهميته تأتي للي ما سمع الحلقة الماضية. احنا ذكرنا أنه من أهم الأسباب اللي تؤدي أو تؤثر على العلاقة بين الزوجين اللي هو أنهم ما يبدأوا علاقتهم أو زواجهم على سنة الله ورسوله، لكن حياتهم بعد كده تروح أو تسير بكيفية لا ترضي الله سبحانه وتعالى. خلوني أذكركم أن الزواج هو عقد وميثاق غليظ، هو عقد عظيم جدا، وعظمة هذا العقد بين الرجل والمرأة يأتي من كون أن الله سبحانه وتعالى هو الشاهد على هذا العقد، وهو المنظم لهذا العقد، وهو المنظم لهذه العلاقة، ثم بعد ذلك يأتي الناس. فكون أن الله سبحانه وتعالى هو شاهد على هذا العقد معناها أن الله سبحانه وتعالى أراد أن الزوجين أو الرجل والمرأة يلتقيان بكيفية صحيحة ويعيشان حياتهما بأسلوب ونظام صحيح حتى يؤدوا الغرض الذي من أجله حدث هذا الاجتماع. بشكل بسيط جدا ممكن احنا نشبه الزواج مثل الشركة. اثنين يبغوا يدخلوا في شراكة، بطبيعة الحال ما في شراكة تتم إلا بكتابة بنود وصياغة عقد معين توضح لكل طرف إيش له وإيش عليه، ماذا يجب عليه وماذا سوف يحصل، يعني على أساس أنه رح يوصلوا بعقدهم هذا أو بشراكتهم هذه لنتيجة معينة ولهدف اللي هو النجاح في هذه الشركة. فما بالنا لو كان المجتمعين هذولا في عقد غليظ موثق من عند الله سبحانه وتعالى هما رجل وامرأة. يجي الرجل من مجتمع مختلف، من بيئة مختلفة، من عقلية مختلفة، من نفسية مختلفة، من مزاج مختلف، من طبع مختلف. وتيجي المرأة نفس الشيء، تيجي من بيئة مختلفة، مزاجها مختلف، طبعها مختلف، هواها مختلف. لمن هي والرجل يجتمعوا في بيت واحد، كيف راح يكون شكل العلاقة اللي بينهم؟ هل راح تكون علاقتهم علاقة سهلة مرنة؟ هل راح تكون علاقتهم سلسة؟ هل راح تكون علاقتهم مع بعضهم البعض واضحة المعالم؟ ولا طول الوقت هم راح يخوضوا شجار؟ وببساطة نقول إن البيت راح يصير ساحة معركة، يعني بين اثنين كل واحد يبغى يفرض رأيه. ليش؟ لأنه أنا جيت من بيئة زي كده، طيب أنا أحب كده وأنا أكره كده وأنا أبغى كده وأبغاك تعامليني كده وأنا أبغاك تعاملني كده. كل الرحلة اللي ما نعرف إحنا متى راح تنتهي أساساً يقضوها في أبغى وأبغى وأحتاج ولازم أنت ولازم أنت ولازم تسوي ولازم تفعلي، وبهذا الشكل. وكل مرة يبتكروا أو يسنوا نظام أو يوضعوا نظام، لكن بعد فترة يصير في أبديت، تحديث لهذا النظام، حذف ومسح وإضافة أشياء وإلغاء أشياء، ولا مسح النظام كله من جديد ندخل نظام. طيب هل معقول أن الرجل والمرأة يقضوا حياتهم بهذا الشكل؟ يضعوا نظام ويشيلوا نظام، يحطوا خطة ويشيلوا الخطة. معقول الكلام هذا؟ هذا مو معقول. ممكن لما نقول إنه رحلتهم قصيرة، سنة سنتين ومع السلامة يتحملوا بعض يعني، لكن
الزواج موضوع كبير جدا، مشروع يعني عظيم جدا. هو لما يبتدئ خلاص ما عاد ينتهي ويستمر إلى ما لا نهاية. احنا نقدر نقول الزواج أصلا هو عقد أبدي، يعني يستمر، يبدأ في الدنيا وينتهي في الآخرة، إن الزوجين يدخلوا الجنة. طبعا ما نبغى نتطرق لبعض النكت يعني في ذا الجانب، إنه كل واحد زهقان كمان أدخل الجنة وأخذ تكون زوجتي هي ولا هو. ما نبغى نتطرق للموضوع ده، لأنه الجنة لها ما يعني حديث خاص فيها ومزاج خاص فيها وسكانها بشكل خاص يعني. فهل ما معقول أن الرجل والمرأة يعيشوا بهذه الفوضوية وسن النظام واختراع شيء ووضع قانون، ولا يتعاملوا حسب ما وجدوا عليه آباءهم؟ لا يمكن يعني. فبالتالي الله سبحانه وتعالى اللي خلق الناس وعرف مزاجهم وطبايعهم وعقلهم واختلافاتهم وتفاوتهم في الفهم والإدراك، ووضع لهم نظام يعيشوا من خلاله في هذا الزواج حتى يصلوا للنتيجة اللي الله سبحانه وتعالى يريدها لهذين الزوجين. طبعا لما نقول النظام هذا كيف يطبق، احنا ذكرنا في الحلقات الماضية أن الإنسان في العلاقة مع الآخرين لازم يعني عنده 3 خيارات. إما أن يكون مسلم حقيقي، فبالتالي يأخذ النظام تبعه من إسلامه ويطبقه بطريقة الإسلام، ويقبل ويصدق أن الله سبحانه وتعالى هو ربه ومعبوده وأنه هو عبد لله، فبالتالي لازم يطيع أوامر الله ويجتنب نواهيه. أو أنه يكون خليط من هواه ومزاجه وخليط من الإسلام، ازدواجية يعني، فيأخذ اللي يعجبه من الإسلام ويأخذ من هواه اللي يعجبه ويسوي له توليفة كده يعني يقدر يمشي فيها حياته. طبعا الناتج راح يكون برضو هجين، لن يكون ناتج صحيح. أو يكون الإنسان في علاقته مع الآخرين يأخذ نظامه من الغرب، أو بمعنى آخر يأخذه من الكفار، فيشوف هم إيش نظامهم الاجتماعي في علاقة الرجل والمرأة، كيف يسووا، إيش نظامهم، إيش ضوابطهم، إيش حدودهم. بهذه الكيفية يبدأ يطبق هذا الكلام على حياته، فبالتالي راح يعيش حياة غير إسلامية، والناتج تبع هذه الحياة راح يكون برضو ناتج غير إسلامي. فهل نتصور نحن بالخيارات ال3 هذه كيف راح يكون شكل الحياة؟ أكيد أنه الإنسان لما يختار طريق الإسلام في حياته راح ينعم بالهدوء والسكينة والراحة، ويتحقق في زواجه أنه الزواج هذا سكن، ويتحقق في زوجه المودة والرحمة. والخيار الثاني إذا هو تم تطبيقه في علاقة الرجل والمرأة، اللي هو الخيار المزدوج، ناخد شوية من الإسلام وناخد شوية من العادات والتقاليد وناخد شوية من الحرية الشخصية وناخد شوية من الغرب، يعني خليط، راح يكون برضو حياته خليط، ساعة مبسوط، ساعة راضي، ساعة مو عاجبه، ساعة يعني شيء لا يمكن الواحد يتخيله أساسا. وإذا قرر أن يتبع الخيار الثالث اللي هو ياخد كل النظام تبعه من الغرب أو من الكفار، فالناتج حياتهم يقدر يشوفوا في حياة الكفار نفسهم لما طبقوا هذا النظام في حياتهم، يقدر يشوف النتيجة قبل ما يبدأ بالرحلة أو الموافقة على التطبيق. فبالتالي هنا عندنا إحنا هنتكلم عن نظام الإسلام في علاقة الزوجين مع بعضهم البعض. لما جاء الإسلام في علاقة الرجل والمرأة بميثاق الزواج، وضع نظام وضوابط معينة، عرف المرأة إيش لها وإيش عليها، وبنتيجة كمان الرجل عرفه إيش له وإيش عليه. فالموضوع هنا ماشي مو بالهوى ولا بالمزاج، ولا أني أبغى ولا ما أبغى، ولا يعجبني ولا ما يعجبني، لا، تقوم بهذه الأشياء والله سبحانه وتعالى هو المراقب لكم أنتم، فبالتالي النتيجة اللي راح توصلوا لها راح تصلون لها لأن الله أراد ذلك. فنبدأ بأول جزء في هذا الموضوع. راح نتكلم اليوم عن حق المرأة على الرجل. راح نبدأ بهذا الحق، كون إن احنا بنقول إن برنامجنا أساسا المرأة والحياة، لكن ما يمنع طبعا إنه هذه المعرفة تتعرف عليها المرأة وكذلك الرجل، حتى يكونوا فاهمين الموضوع كيف ماشي. أغلب المشاكل في حياتنا الزوجية جاية من الجهل في هذا الركن المهم جدا والأساسي، اللي هو إيش هو حق المرأة على الرجل وإيش هو حق الرجل على المرأة. فنبدأ نتكلم عن حق المرأة على الرجل من وجهة نظر الإسلام.
أو من نظام الإسلام في حياة الزوجين. أول حق للمرأة اللي هو النفقة. طبعا موضوع النفقة لما يجي في البال ممكن الجميع يفكر النفقة خلاص كلنا عارفين إيش النفقة، ولكن مع الأسف أنه مو كلنا عارفين إيش معنى النفقة، ولا حدود النفقة، ولا ضوابط النفقة، ولا إيش معنى النفقة أساسا. إيش معنى النفقة؟ النفقة طبعا اللي هو أن الرجل يصرف على المرأة، خلاص تزوجها وصارت هذه المرأة كلها على بعضها انتقلت إليه، فهو يتولى أمرها من الجانب المالي فينفق عليها. طيب إيش هي الجوانب اللي ينفق عليها؟ هل هي اللي احنا نشوفها مثلا أكلها وشربها وخلاص؟ لا، في النفقة أول شيء لازم نعرف أنه في قاعدة مهمة جدا في موضوع النفقة اللي هي إيش؟ حسب قدرة الرجل المالية. ولما نقول حسب قدرة الرجل المالية لازم الرجل يكون أمين مع الله سبحانه وتعالى ويكون صادق، فبالتالي ما يحاول أنه مثلا يظهر نفسه أنه فقير أو وضعه ماشي حاله هو مرتاح، لأنه في النهاية المرأة ما راح تشوف إيش في حسابه البنكي، ولا راح تعرف أساسا مدخولاته المالية، ولا راح تعرف أساسا هو إيش عنده إيش ما عنده، لأنه هذا يعني يعتبر سر كبير جدا عند الرجال. يعني إذا جات المرأة سألته إيش عندك إيش ما عندك كم راتبك، معناها هنا هي دخلت المنطقة الخطرة، يعني مكان ملغم، فبالتالي لن تحصل على جواب. لذلك هذا الموضوع النفقة هو موضوع يتعلق أنه الرجل ينفق على المرأة حسب قدرته المالية، ويشمل النفقة اللي هو تأمين السكن الملائم لقدرته المالية. يعني المرأة لازم الرجل يسكنها حسب قدرته المالية سكن يليق بالزواج والزوجية والاستقرار، مو يسكنها يعني سكنة تعبانة أو سكنة سيئة أو سكنة ضيقة أو سكنة كئيبة ويقول هذه قدرتي. يعني أنت ما أنت جايب، ما أنت متزوج بنت الناس عشان تحطها يعني إضافة عندك، موضوع مختلف. أنت قاعد تسوي بيت، البيت هذا ما راح تسكنه هي لوحدها، إنما راح تسكنه هي بمشاعرها بعقلها بذكرياتها بالمستقبل معك، وراح تسكنه أنت حتى لو كانت 3-4 وقتك برا البيت، وراح يسكنوا أبنائك. فاختار لنفسك سكنة تليق بك أول شيء قبل أن تليق بها، لأنه بعض الرجال الله يهديهم يفكروا أنه البيت هو للمرأة خلاص، فبالتالي خليني أنا بس أسكنها في أي مكان ومع السلامة. البيت تسكن المرأة، هي اللي تعمره، لكن البيت في النهاية هو لك أنت. فكل ما أحسنت في اختيار السكنة الملائمة وساعدت زوجتك أنه يكون بيتها مريح، معناها المردود تبعه هو لك أنت أيها الرجل ولأبنائك وللناس كلها حولك. طيب، فلما نقول تأمين السكنة الملائمة حسب قدرته المالية كمان يشمل أنه يفرش لها البيت بطريقة لائقة. ما رح نقول بطريقة الأغنياء ولا بطريقة الفقراء، إنما بالطريقة اللائقة. نرجع نقول حسب القدرة المالية، وما رح نذكر إحنا أنه في حالات مختلفة تماما في الموضوع ده، لأنه في إشكالية عظيمة جدا في ذا الجانب، أنه بالفعل وهذا كثير يجي عندنا يعني في الاستشارات الأسرية، أن الرجل يبخل أنه يفرش للمرأة فرش يعني جيد في بيته. ليش؟ لأنه يشوف أنه الفرش هذا ولا الأثاث هو من الكماليات، فإذا طلبته المرأة مثلا اشتري لي غرفة نوم يعني شوية مريحة مش عارفة إيش، لا خلاص مو مهم، المهم نحن عندنا غرفة. طب بنت الناس مو مرتاحة في دي الغرفة أساسا، ما تشبهها ولا لها علاقة فيها. يعني هذه التفاصيل الصغيرة اللي في البيت، الأثاث وما الأثاث، هو يفرق مع المرأة، لأنه هي ساكنة على طول في البيت، يعني 24 ساعة هي في البيت. فتخيل أنت في البيت في نقص في أشياء كثيرة، مثلا أشياء المطبخ، مثلا في مفروش البيت، ممكن في أشياء الرجل ممكن يشوفها هي كمالية، بس بالنسبة للمرأة هي أساسية جدا، تفرق معاها. المرأة كائن يتعامل بمشاعره مو بعقله، فبالتالي هذه الإضافات الصغيرة في البيت أو وجود هذه الأشياء في البيت يفرق تماما معها في طريقة تعاملها مع الرجل. وبعض الخلافات أو أكثر الخلافات تصير في ذا الجانب المالي مثلا في البيت، إنه المرأة تضطر تشتغل عشان تفرش بيتها زي ما تبغى. ليش؟ لأنه إذا قالت لزوجها يتحجج ويطلع 100 حجة وحجة و100 عذر وعذر، خلاص تنتهي القصة وما يسوي شيء. فالمرأة تختار الطريقة الأسهل، تقول خلاص خليني أشتغل أنا بأي شكل من الأشكال، أوفر فلوس وأساعد وأفرش بيتي زي ما أبغى.
فطبعا هذا حق المرأة، مفروض الرجل يتعامل معاه أنه حق للمرأة الله سبحانه وتعالى أمره فيه. ما ينظر للمرأة لما يقدم لها، ما ينظر أنه قاعد يقدم للمرأة، لازم ينظر أنه هو يقدم لله. فبالتالي النتيجة راح يكون الله هو اللي راح يعطيه النتيجة تبعه، اللي هو الهدف بفعله هذا الأمر أو تطبيق هذا الأمر. طبعا وجه آخر من وجوه النفقة اللي هي النفقة لها ولأبنائها، يعني المأكل والمشرب والملبس لها ولأولادها حسب قدرة الرجل المالية. ما في داعي أنه يتعامل مع المرأة أنه هي يعني في آخر القائمة من الاهتمامات المالية. يعني المرأة تحتاج تلبس، تشرب، تاكل، لازم يختار لها أو يجيب لها الشيء اللي تحتاجه والشيء الأجود، يعني يعتني بيها، مو يتخلص من الموضوع هذا فيأكلها أي شيء ولا يأكل أولاده أي شيء ويجيب لهم أي شيء وخلاص ومشوا حالكم، وهذا حال الدنيا والناس كلها عايشة زي كذا، واحمدوا ربكم انتوا عندكم اللي ما عند غيركم. ما في داعي للجمل هذه اللي كلها إحباط، لأنه في النهاية الرزاق هو الله سبحانه وتعالى، والمرأة ما راح تأخذ من الرجل إلا ما كتب لها من رزقها معاه. فهو في ذا الجانب ما له حق أنه يتفضل عليها بهذا الفعل، إنما هذا حقها، الله قرر لها إياه. فإذن يأكلها الأكل الطيب اللي يقبل إنه هو يأكله. طيب طبعا ما نبغى نقول، بعض الرجال ممكن أكل أي شيء، لا، أنت تأكل أي شيء ما في مشكلة، لكن هي ما تأكل أي شيء، تأكل اللي تبغى تأكله يعني. ونفس الشيء للأولاد. فموضوع النفقة موضوع مهم جدا، لكن الرجال يتعاملوا معه كأنه هو فضل ومنة على المرأة، والنساء يشوفوا أنه هو مش من حقوقهم، أو أنه حقها في النفقة فقط هو المهر. نحن طالعين فاصل ورح نرجع نكمل في موضوع حق المرأة على الرجل، ونذكر بعد كده الحق التالي. لا تروحوا بعيد، خليكم معنا، راجعين لكم. لم يكن الإعلام وليد عصر من العصور أو حضارة من الحضارات، فلا يوجد زمن من الأزمنة قديما أو حديثا إلا واحتل الإعلام مكانة فيه. ومن هنا انطلق راديو سلام مستخدما جميع الوسائل المتاحة على الأقمار الصناعية ومنصات البث على الإنترنت والتطبيقات، ليصل إلى جمهوره، ليكون وسيلة إعلامية مسموعة متخصصة في الشأن الإريتري، ويبث باللغتين العربية والتجرينية على مدار الساعة. راديو سلام يخاطب المجتمع الإريتري كافة بجميع مكوناته، ويتفاعل مع قضاياه لترسيخ الانتماء وتجديد الوعي وتحقيق السلام والريادة، ويبث على الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية كافة. وكانت أهدافه تعزيز قيم السلام والإخاء والتصالح والعيش المشترك، نشر قيم الإسلام وأخلاقه وتعزيز الأعراف والأخلاق الفاضلة، ترسيخ مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع والعناية بقضايا المرأة والطفل والشباب وكبار السن، المساهمة في التنمية ومواجهة الفقر والجهل وتوطين اللغة العربية. اكتمل بث راديو سلام على المنصات التالية: على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12687، وعلى متجر الأندرويد والأبل، وعلى الموقع الإلكتروني سلامميديا61.com، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي. راديو سلام، سلام ووئام. تستمعون الآن إلى برنامج المرأة والحياة مع الأستاذة خديجة برهان. رجعنا لكم مرة ثانية، وتوقفنا في موضوع النفقة. طبعا لو نبغى نتوسع في ذا الموضوع فهو واسع جدا، وفهمه من قبل المرأة والرجل بشكل صحيح، كيفية تطبيقه بشكل صحيح، هو اللي يبدأ يعطي ثمار طيبة جدا في الحياة الزوجية أو في علاقة الرجل والمرأة في مؤسسة الزواج. راح نذكر حق ثاني للمرأة على زوجها. طبعا لا حياء في العلم،
الزواج المقصود منه طبعا هو الإعفاف، إعفاف الرجل والمرأة، وليس إعفاف الرجل فقط. فمن حق المرأة على الرجل أن يعفها لأن لها ما له. طبعا الجهل في ذا الموضوع وحياء الكثير من النساء في هذا الجانب ظهر عندنا على شكل إيش؟ حالة غضب مستمرة. طيب، حالة غضب مستمرة، وتشعر المرأة بالخجل أنها تطالب أو تتكلم أو تفهم الجانب هذا. ويعني في عندنا مشكلة مجتمعية، نقول احنا ثقافة المجتمع، يعني في ده الجانب النساء ما يتكلموا فيه ولا الرجال ولا أحد فاهم الموضوع ده كله. لكن باختصار، ما للرجل إذا كان الرجل متزوج عشان يتعفف، فمن حق المرأة أن تتعفف. والتعفف ده ليس في الفراش فقط، إنما تتعفف حتى في رؤية زوجها يعني. طيب، هذا جانب مهم جدا، ويقدروا النساء يرجعوا فيه في كتب الفقه ببساطة يعني. الموضوع جدا بسيط، إنه المرأة تفهم وتدرك وتعرف الحكم الشرعي في الموضوع ده كله، لأنه الحكم الشرعي أساسا واضح ومفهوم. فبالتالي هذا حق للمرأة، يعني تقدر تطالب فيه وتسمع زوجها ولا تسوي الإجراء اللي يناسبها، لكن ما تتجاهله وتغض الطرف عنه، لأن المفروض إن هي متزوجة عشان تتعفف. فإذا هذا الزواج ما يحقق عندها هذه العفة، لازم تعرف تتفاهم مع زوجها، والله مش الحال كويس، ما مش الحال، تشوف كيف ممكن تحل الموضوع، لكن ما تسكت، لأن السكوت هنا يسبب خلل وشرخ عظيم جدا في علاقة الرجل بالمرأة في حياتهم الزوجية. من حقوق المرأة أو من حق المرأة على الرجل أيضا أن يعلمها أمور دينها ويحثها على الطاعة، وإذا تبغى تتعلم وتكمل دراستها كمان يكون لها عون وسند. ليش؟ طيب، نحن نقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منهم علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. نتخيل إن المرأة هذه والله تبغى تتعلم، تبغى تتنور، تبغى تفهم، تبغى تكمل تعليمها، معناها إيش النوعية اللي راح تكون عليها بعد ما تتعلم وتفهم أمور دينها وتتعرف كيف تؤدي طاعاتها وتكون إنسانة مثقفة؟ راح تكون نموذج مشرف جدا لهذا الرجل ولحياته. فبالتالي هو استثمر العلم هذا في هذه المرأة، علم ينتفع به، كان هو عونا لها إنها تتعلم العلم النافع. فهذا من الوقف اللي يجهله كثير من النساء والرجال مع بعضهم البعض. يعني فكر الرجل لو ساعد المرأة أنها تتعلم وتتنور وتعرف يعني أمور دينها وكيف تعبد الله وكيف تقرأ وتحصل على درجات عليا في الجامعة وتنفع نفسها، فكر أنه هو ضيع كده وقتها ووقته. لكن هو ده استثمار، هذا عمل صالح، وقف يعني، لأنه هي تستفيد من هذا العلم، ثم ينتقل هذه الفائدة في تربية أبنائها في البيت، فتكون هذه الأم هي المعلمة وهي المربية وهي الموجه، فينشأ من خلال هذه الأم المباركة أبناء صالحين، ولد صالح يدعو له. كيف يجي الولد الصالح إذا ما وجدت الأم الصالحة؟ كيف هذا الكلام يعني يصير؟ ما راح يصير أبدا إلا إذا وجدت المرأة الصالحة. المرأة الصالحة معناها إيش؟ الأم هي 24 ساعة في البيت، هي اللي في خط الدفاع الأول، هي اللي تربي وتوجه، تعرف كل التفاصيل اللي الرجل ما يعرفها. الأم لما يغيب الرجل هي اللي تحفظ هذه العائلة. فإذا كانت هذه الأم متعلمة واعية وتعرف ربها وتعرف دينها وتعرف كل شيء، معناها هي تأثيرها قوي جدا على نفسها وعلى أبنائها وبرضو كمان على زوجها. ليش؟ لأنه لما الرجل يبغى يقوم بطاعة ولا بخير ولا بأي أمر، هي لأنها صارت متعلمة وتعرف وفاهمة، راح تعينه على نفسه بالرأي، راح تعينه على نفسه بالنصيحة والتوجيه بالعلم اللي اكتسبته. فالرجل لما يعين المرأة في ذا الجانب، تعليمها يعني أنها تكمل تعليمها وأنها تفهم أمور دينها وأنها تتنور وأنه تصير إنسانة مختلفة تماما، ذات شأن، ذات علم، ذات عقل، التأثير هذا تأثير عظيم جدا الرجل يقدر يلمسه مع الوقت. العيش مع امرأة جاهلة ما تعرف ولا شيء يختلف تماما عن العيش مع امرأة متعلمة. حتى الكلام مع الجاهلة مو زي مع المتعلمة. ولما نقول جاهلة مو جهل قراءة وكتابة، إنما تعليم العقل، تطوير العقل،
اللي هو إنه المرأة تفهم كل شيء. طبعا لما المرأة تبدأ تتعلم هذا راح يساعدها كمان هي تعرف كيف تتعامل مع زوجها، لأنها حتشغل نفسها بالموضوع هذا، فحتعرف تماما كيف ممكن تتعامل مع زوجها، إيش نوع زوجها، إيه طبيعة زوجها، كيف ممكن تسعده، كيف ممكن تحل المشاكل اللي تصير. فخير هذا العلم واسع جدا، ينتقل بعد ذلك من هذا البيت إلى الخارج. فهذا الشيء مشاهد وملاحظ، ونقدر نشاهده إحنا ونلاحظه في أنفسنا بشكل بسيط جدا. من حقوق المرأة على الرجل أن يغض الطرف عن بعض أخطائها، بس مو كل خطأ يغض الطرف ما لم يكن فيه إخلال بالشرع. هذا من حقها. ليش؟ لأنه تربيتها على طاعة الله سبحانه وتعالى، على التقوى، على حسن عبادتها لله سبحانه وتعالى، هذا من أوجب الواجبات على الرجل، أن يعرفها الحلال والحرام، يعرفها الحدود، يعرفها الضوابط الشرعية في الأفعال التي تقوم فيها. فبالتالي أي خطأ يصدر منها هو يغض الطرف عنه. يعني هذا من حقها، مو يقعد لها على كل شيء، يعني خلاص إذا سوت شيء يقول لها وجالس لها بالمرصاد. يعني ممكن الملائكة ما جلست اللي تكتب، ما جلست هذه الجلسة زي ما يجلس الرجل للمرأة، يتصيد لها الأخطاء فقط. فمن حقها عليه أن يغض الطرف عن بعض أخطائها وزللها ما لم يكن فيه إخلال بشرع الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان هذا هو سلوكه مع زوجاته، أي شيء ما له دخل بالشرع، ما يغضب الله سبحانه وتعالى، كان يتجاهل ويتعامل معه كأنه لم يحدث فقط. ليش؟ لأنه يرفق بهذه المرأة. النساء قوارير، يعني المرأة رقيقة أساسا، يعني فبالتالي أخطائها هي تأتي إيش؟ من جهل، ممكن من غيرة، مشاعر، يعني أشياء منطلقة من المشاعر مش من عقل، ما في تخطيط في الموضوع ده كله، فيتم غض الطرف عنه. لكن لما يصير أمر يغضب الله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وقف موقف مع الله، مع الحق، مو والله عشاني أنا أحبها ومش عارف إيش أغض الطرف مرة واحدة يعني على كل شيء. فبالتالي المرأة تبدأ بالأخطاء الصغيرة ثم تستسهل في الأمر ثم تدخل في المحرمات والرجل ساكت. طيب ما هو يعني الوزر اللي هي تسويه كمان يلحق الرجل، وهو يأثم ويحاسب أمام الله سبحانه وتعالى، فكيف يسكت؟ إذا كان هو في الخير يؤجر، معناه هو كمان في الشر يأثم. فإذا كان يوجهها للخير هو يؤجر في ذا الشيء، ولما يسكت عنها لما تخالف أمر الله فهو يأثم، وممكن يكون هو أول من تسعر به النار. فليتقي الرجال يعني الله سبحانه وتعالى في زوجاتهم، فيغض الطرف. هذا من حقها أنه يغض الطرف، ما يقعد لها على كل شيء، ولا يعني يعاملها معاملة الند ولا المحاسبة الشديدة جدا إلى أن تكره وجود هذا الرجل في حياتها. لأنه بعض المشاكل اللي تأتي أو اللي نسمع فيها كل سببها هو فقط في عدم تجاهل الرجل، قاعد لها. ليش؟ يعني يبغاها تمشي على الصراط المستقيم كما يدعي، أو على الخط المستقيم أساسا، يعني يكون هو أساسا مو ماشي على الخط المستقيم، لكن سبحان الله بعض العقد تطلع بطريقة مختلفة تماما. طبعا نحن نأكد أنه معرفة المرأة هي أساسا لما يعني لحقوقها على الرجل. لما تعرف حقها على الرجل إيش هو، هذا يساعد أنه تصلح ما يحدث وتفهم كيف تعالج الأمور والمشاكل هذه كلها. من حق المرأة على الرجل أيضا أن يأذن لها إذا استأذنته في الخروج. هذا من حقها. إذا أرادت المرأة أنها تخرج لحضور صلاة الجماعة، لزيارة الأقارب والأرحام، لمشاركة الناس الحياة الاجتماعية والقيام بالواجبات الاجتماعية، من حقها أنه إذا استأذنته أنه يأذن لها. طبعا هو يقدر، لكن لما نقول يقدر في الأساس قبل ما يقدر أي شيء هو يتقي الله فيها، ما يستخدم صلاحياته أنه هي استأذنته على طول يعني رافع كلمة لا، على طول معترض على طول. في رجال لسه المرأة لسه تقول له كلمتين على طول يقول لها لا خلاص ماني موافق، لا تخرج، لا تروحي. طب كيف كده؟ يعني معزل المرأة بهذا الشكل يأثر على نفسيتها ويأثر على مزاجها. المرأة مخلوق اجتماعي، إذا ما شاركت في الحياة الاجتماعية ما راح تقدر تشارك في البيت بشكل مريح، بشكل اجتماعي أفضل، ما راح تتعلم شيء،
مشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية، في زيارة أهلها، في صلة الرحم، في صلة القربى، في أنها تكون جزء من المجتمع، هذا يساعدها أن هي تكون نفس الشيء في داخل البيت. لكن لما يحجر عليها الرجل في البيت وما يخليها لا تخرج تدرس، لا تخرج تزور أهلها، ولا تصل رحمها، ولا تروح عند جاراتها، ولا تصل، ولا تعزي، ولا توجب، أي نوع من النساء يعني راح تكون في البيت، راح تكون إنسانة مضغوطة، مكتئبة، حزينة. والسبب إنه الرجل والله ما يسمح لها. طبعا بعض الرجال يعني تأخذ ذريعة، والله إني أنا أغار عليك، والله إني ما أحب أحد يشوفك، ما أعرف يعني صراحة كيف يفكروا، يتخذ 100 شيء وشيء حتى يسوغ لنفسه هذا الفعل، وما يتعامل مع الله في علاقته مع زوجته. يقدر الرجل المفسدة اللي تصير لو خرجت، لو مش عارف إيش، لكن ما يمنعها، لأنه صلة الرحم هذه واجبة. لما يمنع المرأة من أنها تروح عند أهلها ولا تزور ولا أي شيء، بعدين تعالي يلا نروح عند أهلي، إيش راح يكون ردة فعلها؟ هل هي حتقول له السمع الطاعة؟ راح تقول له لا، ماني رايح، وكلمة منه وكلمة منها، وتصير البيت كله يتحول إلى ساحة معركة، حلبة مصارعة، كله عشان نفرض رأينا ونفرض رأي. لذلك جاء الإسلام في علاقة الرجل والمرأة، ضبط الموضوع وجعل صح للرجل نصيب كبير جدا في تحمل مسؤولية هذه المرأة، لكن طلبوا فوق هذا كله، وأساسا طلب منه أن يتقي الله فيها. طيب طبعا نقول إحنا في ذا الجانب إيش هو المهم جدا في ذا الموضوع، أنه يقدر الرجل الموضوع، لكن مع تقديره هذا يتقي الله سبحانه وتعالى في هذه المرأة، فما يحجر عليها حتى يعيش هو في سعادة. ما في داعي يعيش في نكد بس عشان قال كلمة نعم. بعض الأحيان نعم مريحة أكثر يعني، أو أنه الرجل لما يقول لا طبعا يعيش هو في معركة مع المرأة، فأحسن له يختار الخيار الأفضل لسعادته، يقول المرة هذه نعم، المرة الجاية ما مشكلة، لو قال لا حيكون المرأة تتذكر له أنه قبل كذا قال لها نعم. طالعين فاصل، لا تروحوا بعيد، راح نكمل الفقرة الثالثة في هذا الموضوع اللي بإذن الله تعالى نتمنى أنه الجميع يستفيد منه. فاصل ونراجع لكم. تستمعون الآن إلى برنامج المرأة والحياة مع الأستاذة خديجة برهان. رجعنا لكم مرة ثانية ونكمل حق المرأة على الرجل أو حق الزوجة على زوجها. من أهم الحقوق اللي هو حسن العشرة والخلق الحسن والرحمة والعطف. مع الأسف الشديد يعني الكثير من الرجال يتخذوا أنه موضوع حسن الخلق هذا علاقته هو خارج البيت، يعني ما يطبق الموضوع هذا داخل البيت، فتلاقيه مع الناس برا ما شاء الله تبارك الله يتكلم ويمزح ويضحك ومتبسط ولين وسهل التعامل معه، لكن من يوم ما يحط المفتاح في باب البيت خلاص يصير البيت جو مكهرب تماما. والسبب انه اول ما يدخل على طول يبدأ بانه يخاصم، يزعق، يظهر الجانب الخشن منه او الجانب اللي هو الجاف منه، وهو على أساس أنه كده يعني يحفظ احترامه وهيبته داخل البيت. لكن نسي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أسهل الناس، وكان ألين الناس، وكان ألطف الناس. لذلك الناس كلها نشأت وتربت وعرفت تماما إيش معنى محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو القدوة.
ما يعرف إنه اللين والطيب وحسن الخلق ولين الجانب هذا هو اللي يجعل أهل البيت يعني يهابوه ويحترموه ويجعلوا له قدر وقيمة. يجعلوا له قدر وقيمة إنه ما يزعل. ليش؟ لأنه هو لين الجانب، هو طيب، هو حنون، هو معلم، هو مربي. من هذا الجانب ينطلقوا. هل يظن الرجال مثلا أنه لما يكون صعب العشرة ويعني خلقه ناشف تماما مع المرأة أنه بهذا الشكل هي راح تحبه مثلا أو تحترمه أو يجوا أولاده يحبوه ويحترموه؟ على الإطلاق. الإنسان بطبعه يميل للشخص اللين، الشخص السهل، الشخص الهين البسيط جدا. فهذا من حق المرأة على الرجل أن يكون حسن العشرة معها وحسن الخلق وعنده عطف ورحمة، ومو كل ساعة تانية مثلا إذا زعل منها يهدد ولا يشتم ولا يرفع صوته ولا يصرخ ولا يخلي البيت كله متكهرب، ولا هي من يوم يعني يقطب حاجبيه ولا يعني يفتح عينه بزيادة أنه تخاف وتنرعب منه. المفروض أنه هو بالنسبة له هو الظل الآمن في الحياة، هو الطمأنينة. فكيف ممكن يتحقق هذا الشيء لو أن الرجل يعني طول الوقت في البيت مسوي حالات حظر تجول، لا تتنفسوا، لا يطلع صوتكم، لا تتكلموا، لا تشغلوا التلفزيون، لا، طول الوقت فيه اللاءات أكثر. فكيف راح تشعر المرأة؟ راح تشعر بالراحة من يوم ما يخرج هذا الرجل من البيت هي مرتاحة، والأولاد في حالة هدوء وسلام، ما راح يفتقدوا هذا الأب، لأنه أساسا هم افتقدوا الحق اللي لهم بشكل طبيعي داخل البيت، اللي هو حق المرأة في أن الرجل يعاملها بهدوء وحنان ومحبة وعطف. البيوت ما تقوم على المحبة، البيوت تقوم على الاحترام، على النظام. بهذا الشكل يتربى الإنسان، وبعد كده يكون الناتج المحبة. نحن نفكر أنه البيوت السعيدة معناها هم الناس مثلا الرجل والمرأة يحبوا بعضهم، لا، مو لازم، لكنهم اثنينهم يحترموا بعضهم البعض، واثنينهم ماشيين في حياتهم بنظام الإسلام في علاقتهم مع بعض. فكيف راح يكون طريقة تعاملهم؟ الله سبحانه وتعالى راح يضع في قلب الرجل قبول وحب لهذه المرأة، ويضع في قلب المرأة القبول لهذا الرجل، إيش ما يكون وضعه، إيش ما يكون وضعه الاقتصادي. ليش؟ لأنه في الأساس هم بدأوا علاقتهم بالكيفية التي أمر الله، فبالتالي الله سبحانه وتعالى ألف قلبهم على بعضهم البعض. ما تألفت القلوب إلا بتطبيق أمر الله ونظام الإسلام في داخل البيت، في التعامل بما يرضي الله، وباحترام هذه العلاقة والنظر إليها أنه هي يعني علاقة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. الحق الذي التالي اللي نبغى نتكلم عنه اللي هم الرجال دائما يعني يطالبوا فيه، لكن هو حق للمرأة أيضا، اللي هو التزين. الرجل يطالب المرأة أنها تتزين له. طبعا ما راح نخوض في ذا الموضوع لأنه إحنا بنتكلم عن الجانب اللي يخص المرأة. كذلك من حق المرأة على الرجل أن يتزين له، يتزين لها، يتجمل له، زي اللي رايح عرس، رايح مقابلة شخصية، رايح عند أصحابه، ما شاء الله يعني يلبس ويكشخ ويحط عطر ويتضبط ويتهندم وهو رايح كذا بهذا الشكل. نفس الشيء المرأة، هذا حقها، لازم الرجل يؤدي لها، ما يطالبها بشيء وهو ما يعطيها شيء. ليش؟ لأنه هذا كمان يدخل في دائرة الإعفاف، أن المرأة تتعفف ببصرها وبنظرها. لما الآن في الواقع الحالي كل الرجال يشتغلوا موديلز أو عارضي أزياء، كيف يجوا شكلهم؟ يجوا شكلهم على المسطرة يعني مترتب مزبوط. فالمرأة هل يجوز أنه هي تطالع فيهم وتقول ليه زوجي زي كده؟ طب مين وصلها لهذا المنطق أو هذا الكلام؟ ما هو الرجل. لازم إذن يتزين لها باللي يقدر عليه، ويتعطر ويلبس ويتهندم كما لو أنه رايح مناسبة اجتماعية مهمة جدا. هذا حقها، مو يجلس في البيت متكركب وحالته حالة. وإذا جلست المرأة بنفس الوضعية يعيب عليها هذا الشيء. طيب ما هو أنت بتعيب على شيء أنت بتقوم فيه، فكيف هذا الكلام؟ لازم الإنسان يبغى يعلم الطرف الآخر الحقوق، لازم هو يؤديها، ثم بعد ذلك بالنتيجة بشكل تلقائي المرأة راح تأديها وراح تقوم فيها. فبالتالي هذا التزين الرجل لزوجته كما تتزين له، هذا حقها على زوجها، لأنه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. الله سبحانه وتعالى قال هذا الشيء. ولما قيلت هذه الآية بهذا الشكل مش معناها في نطاق ضيق حسب فهم الناس، إنما في كل شيء، زي ما للرجل نفس الشيء للمرأة. ليش؟ لأنه هذه روح وهذه روح،
وعلى فكرة المرأة مخلوق يعني عاطفي، مخلوق يتعامل بالمشاعر. فلو لاحظنا هذا الحق أو هذه الحقوق كلها اللي ذكرناها هي تخدم أو تغذي عند المرأة الجانب العاطفي، الجانب الرقيق، هذا هي الجانب اللي تتعامل فيه المرأة. لكن الرجال يأتي أو الرجل يأتي أو الزوج يأتي لزوجته يتعامل معها بعقله، فيبغاها تفكر زي ما يفكر، تحس زي ما يحس، تتعامل زي ما يتعامل، تتفاعل زي ما هو يتفاعل. لا، مو ممكن هذا الكلام، لأنه هي كيان مختلف عنده حاجات معينة وتشبع بطريقة مختلفة تماما. فبالتالي هذه الحقوق كلها تخدم الجانب العاطفي عند المرأة. والمرأة إذا شعرت بالشبع أو بالتشبع في هذا الجانب العاطفي من قبل الرجل، من أنه يؤدي لها الحقوق ويعاملها باحترام وبالتقدير، وأنه يرفع شأنها أمام أهله وأهلها، وما يهينها قدام أولادها، وما يذكرها بسوء، ولما يناديها بأحب الأسماء إليها، ويدلعها ويرأف بحالها ويعينها على حياتها، كل هذا يصب في رصيد العاطفة عند المرأة. يصير في عندها امتلاء. لما يصير عندها امتلاء راح تفيض بهذا كله على زوجها، فتحول البيت هذا اللي يعني إمكانياته ضعيفة جدا إنه يكون جنة لهذا الرجل. راح تنظر لهذا الرجل إنه هو هذا وبس، يعني ما في رجل في الدنيا مثله أبدا أبدا أبدا. ليش؟ لأنه أشبع الجوانب هذه كلها عندها. فنلاحظ أن الرجل لا يكون يعني يتعامل مع المرأة من خلال عقله، من خلال فهمه، من خلال هو كيف ينظر للموضوع، لأن المرأة تنظر للموضوع بطريقة مختلفة. لذلك الله سبحانه وتعالى وضع نظام معين لعلاقة الرجل والمرأة، وضع ضوابط، وعرف كل واحد إيش له وإيش عليه. فبالتالي كل واحد لما يؤدي للثاني ما له وما عليه رح ينعمان بحياة مستقرة، حياة إسلامية، أبناء بررة صالحين. لما يشوفوا الأبناء أنه والله أمهم مرتاحة مع أبوهم لأنه أبوهم بهذا الشكل يتعامل، إيش رح يكون هذا الشيء؟ رح ينقلوا نفس هذه التجربة ويمارسوها هم على حياتهم، لأنه إحنا بنسوي اللي بنسوي في بيوتنا من كيف ما تربينا. يعني إذا تربى الإنسان أنه ينظر للجو الإيماني داخل البيت وجو الإسلام داخل البيت، رح ينقلوا معاه إلى بيت آخر. فبالتالي صلاح هذا البيت رح ينتقل لبيت آخر وبيت آخر وبيت آخر. فتخيل أيها الرجل وتخيلي أيتها المرأة لما تعيشوا حياتكم بنظام الإسلام وبقواعد الإسلام، وتتعامل المرأة مع الرجل من خلال الإسلام، والرجل يتعامل من خلال الإسلام مع زوجته، أي عمل صالح هو اللي رح يدخلهم الجنة أعظم من إنهم ينشئوا أسرة عظيمة جدا. وأكد مرة تانية إنه موضوع الزواج وتكوين الأسرة هذا موضوع معقد جدا، لأنه يدخل فيه كثير من المشاعر، لأنه الزواج هذا فيه كثير من المشاعر، فيه كثير من التجارب، فيه كثير من النظر للمستقبل والعيش في الحاضر. والإنسان بينسلخ من الماضي ويبدأ من الزواج خلاص بداية جديدة جدا للأمام. فهو موضوع معقد جدا، لذلك حتى موضوع الطلاق موضوع معقد جدا، فما بالنا بالزواج. لكن يكون كل شيء سهل طالما أنه قاعد يصير بما يرضي الله سبحانه وتعالى، ويصير بالكيفية التي أمر الله، فينعم كلا الزوجان بحياة هادئة تماما، وحياة لكلنا نتمناها، حياة سعيدة. يعني تحول البيت إلى روضة من رياض الجنة، فيصير أسعد وقت لهذا الرجل عندما يأتي إلى بيته، وأصعب وقت عليه عندما يخرج من هذه الجنة لمواجهة الحياة ومواجهة التحديات. طبعا الكلام بهذا الشكل ممكن بعضنا أو بعضكم يظن أنه هو سهل، لكن ما في صعب إذا الله سبحانه وتعالى أشركنا في هذا الأمر وطلبنا منه العون. وأول أشكال العون أن احنا نتعلم ونعرف. المعرفة والعلم اللي تتكون عندنا هي التي تسهل لنا أن احنا نطبق هذه الأشياء. طبعا لما نقول نطبق أنه ما راح يصير في مشاكل، لا راح يكون في مشاكل. ما راح يصير في أخطاء، لا راح يكون في أخطاء. راح يكون في كل شيء، لكن في النهاية راح يرجع الزوجان لحل هذه المشاكل والخروج أثناء الخروج من الخط المستقيم والعودة للخط المستقيم. راح يستعينوا بفهمهم للحكم الشرعي وفهمهم لمراد الله في هذا الأمر، كيف يتعاملوا مع هذا الشيء. في النهاية الله ما ترك الناس بهذا الشكل عشوائيا، قال لهم سووا كذا وخلاص، لا، علمهم إذا صارت مشكلة بهذا الشكل كيف تحلوها، إذا صار كذا كيف يصير. في يعني عندهم كتيب تعليمات للحياة الزوجية السعيدة.
الصحابة رضوان الله عليهم في بيوتهم والنبي صلى الله عليه وسلم في بيته، هل كان ما عندهم مشاكل؟ لا، كان عندهم مشاكل، ونحن نعرف هذا الشيء. واللي ما يعرف يقدر يرجع لكتب السيرة وكتب السلف الصالح في قراءة الجانب الاجتماعي والمشاكل اللي كانوا يعانوا منها. لكن كيف كانوا يحلوها؟ كانوا يحلوها إنهم بالرجوع إلى ما قال الله وقال الرسول فقط. فبالتالي العودة لبناء الأسرة السليمة والأسرة المسلمة يتحقق فقط من خلال العلم بما له وبما عليه، الرجل بما له عليه والمرأة بما لها وعليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون رمضان الداخل علينا هذا بكل ما فيه خير وبركة ورحمة، وإن احنا نستغل الأوضاع الحالية اللي مخليتنا كلنا يعني مجتمعين بشكل إجباري داخل البيوت مع أزواجنا وأبنائنا بهذه الكثافة، أنه تكون بداية جيدة لممارسة وتطبيق هذه الأمور والعيش بكيفية إسلامية. لأنه في النهاية احنا نبغى نمارس الشيء في وجود الأشخاص مش في غيابهم، فغياب الرجل كثير عن البيت ما راح يفيدنا، بالعكس تواجده في هذا الوقت في هذه الأيام معانا في البيت على مدار 24 ساعة راح يعرفنا نقاط ضعفنا وقوتنا في علاقتنا الزوجية، وبالتالي ننطلق من نقطة الضعف للوصول لنقطة القوة. أسأل الله سبحانه وتعالى أني ألتقيكم المرة القادمة ورمضان قد أهل علينا ببركاته ورحماته، وأن يتقبل مننا صيامنا وقيامنا وصالح عملنا. ألتقيكم المرة القادمة بإذن الله تعالى في نفس الموعد يوم الثلاثاء في نفس التوقيت، وأترككم في أمان الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علقت أحلامنا نجم الثريا، هيا قم ولندرك العلي سويا. علقت أحلامنا نجم الثريا، هيا قم ولندرك العلي سويا. همة تعد ولا يعد عليها، كيف لا والمجد يا مجد إليها. همة تعد ولا يعد عليها، كيف لا والمجد يا مجد إليها. هيا بالعزم نعيد اليوم مجدا، إذا أردنا للهوى والجهل حدا. هيا بالعزم نعيد اليوم مجدا، إن أردنا للهوى والجهل حدا. إن أردنا للهوى والجهل حدا. سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم، وسل إن شئت عنا. سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم، وسل إن شئت عنا. علقت أحلامنا نجم الثريا، هيا قم ولندرك العلي سويا. علقت أحلامنا نجم الثريا، هيا قم ولندرك العلي سويا. أين أنت أيها الجيل الطموح؟ أين أنت أيها البر النصوح؟ أين أنت أيها الجيل الطموح؟ أين أنت أيها البر النصوح؟ إننا جئنا بأحلام تسامى في سماء المجد والحب.